السلام عليكم، ازيكم تكونوا بخير. لما بكون مكسلة اعمل اكل بعمل طريقة اللحمة دي سريعة جدا ومتاخدش وقت معايا خالص. حطيت كده معلقة سمنة على معلقة زيت كده، غسلت اللحمة غسلة حلوة كده وصفيتها من المية، بنزل بيها كده بديها تحميرة كده حلوة خالص، يعني خليها كده محمرة غامقة. بقلب فيها لغاية كده ما تحمر كده مع رشة فلفل اسود كده. وجبة سريعة جدا وملهاش مكونات، يعني لا خضار ولا طماطم ولا بصل ولا اي حاجة خالص، وهتعجبكم قوي. انا بصراحه ما يكونش حد قاعد من الولاد معايا مش بشجع اعمل اكل وكده. كده تاخد اللون كده الاحمر. بقلبها من الناحيتين، يعني كل جنب كده ياخد اللون بتاعه كده. كده خدت اللون الاحمر الجميل كده. عندي 5 فصوص توم كده ههرسهم عليهم، بيدي ريحه وطعم للحمه جميل جدا. لاحظوا ان انا ما استعملتش اي مكونات خالص النهارده. هي وجبه سريعه جدا، اسرع وجبه. وبقلب كده التوم كده مع اللحمه كده عشان ريحته كده تطلع كده معانا كده وياخدوا اللون برضو. كده تمام، باجي كوبايه ميه كده واحطها. وطبعا انا بغطيها لحد ما تستوي. طبعا كل ما الميه تخلص بحطي ميه، كوبايه ميه مغليه، ما تحطيش ميه ساقعه علشان ما تاخرش السوا معاكي. وما بحطش ملح في الاول، اخر مرحله في السوا لما احط الملح، لان انتوا عارفين اللحمه الملح في الاول بيأخر السوا معانا. واغطيها كده لحد ما تستوي معايا كده. ودي اخر مرحله، احط الملح. سريعه جدا وهتعجبكم الطعم، ما اقولكمش الصوص بتاعها واللحمه جميله جدا. بجيب كده طبق، بحط عندي 4 معالق زبادي. ممكن عادي العلبة اللي انتوا بتجيبوها جاهزة من المحلات لو انتوا مش بتعملوا زبادي في البيت. وبحط عليها معلقة نشا. بقلبهم كده مع بعض تقليبة حلوة كده، واحط كده حبة مية ساقعة علشان بس النشا تدوب، عشان لما انزل بيها على اللحمة وهي سخنة ما تكلكعش معايا وتكتل معايا. بقلبهم تقليبة حلوة كده. كده تمام. بنزل كده عليهم على اللحمة كده سرسوب سرسوب كده عشان ما تكلكعش بس معايا. الطريقة دي كده اهو. واقلب كده، اقلبهم كده مع اللحمه كده لمده 3 دقايق بس، بحيث ان الصوص ده يبقى سميك معاهم، ما يبقاش سايب. طبعا ما تكتريش نشا عشان ما يبقاش متماسك قوي، يعني احنا عايزين صوص كده حلو كده. هما دقيقتين او 3 بالكتير خالص. طبعا المرحله دي بعد اللحمه تستوي خالص وشايفين الصوص بقى زي معانا، متعرفوش الطعم الصوص ده حكايه. طعمه رائع جدا، واللحمه دي طعمها رائع جدا. انا عملت طبق رز كده، عملت يعني رز كده ورزاية رزاية كده. وطبعا الصوص ده بحطه على بدون اي خضار، انا ما بعملش خضار خالص. انا بكتفي بالصوص بتاع اللحمه دوت، واللحمه كده هي الوجبه كده تمام كده، مع طبق سلطه طبعا. تحفه تحفه الصوص ده، جربوه تحفه، جميل جدا، واللحمه زي الزبده.
تحفة، تحفة، تحفة. وكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهارده، وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.